جمال ما قطعين قاسنا العقيدة الطهوية نقرأ مرادما إمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطهاوي الأكاي. بسم الله الرحمن الرحيم. آية. ترجمة إمام أبي جعفر الطحاوي. ترجمة الإمام يجود أما أصلا سينا إماماتي في خايمة أبي جعفر الطهاوي خنجا مججوبا. والإمام أحمد بن أحمد هو ججود الله أبي جعفر الطهاوي كوني الإمام دريبيات مقانسا أحمد بن محمد بن سلامة يعني بن سلامة بن عبد الملك يعني على الزيين قبيلات طهاوي نيس كيسو أبو جعفر كنيان سابا جعفر يعني فقيه جيبو فقيه بيغا أكامات الناس انتهت إليه إسرت دابت رياسة الحنفية إيه دانيم مان جتشودا أنغون قرأ إمام مذهب أبي حنيفة بمصر بمصر وهو أحد الثقات tokko warra amanamee ilmiin irraa baratamteeti. Al-asbaatiin kan gaammoo shakkiin qabnee ragga'a aadila jedha. Walhuffaadhiin ammaas warra kuma dhibba hadiisaa hibzii godhe aljahaabizeti faxiina kan ta'an jeqatee jechuudha. ولد دلته ونشاء قدته في طه بيه بكة طه جان من سعيد مصر دريلة مصر جت بيه مصر خيسا تفقها جبو تفقها علمي بري على مذهب الشافعي مذهب إمام الشافعي رت علمي برته ثم تحول حنفيا دوبا مذهب أبي حنيفة الجرقلة لأن خاله إيه سمني ساعتكو المزني مزني خنجانين قال له يوما قام توكو كجين مجاي سمته كنان والله لا يجيء منك شيء واتكلم سران فنجين أقام سأركو هنتي أتنا مبوء قبول أكمان نسنينجو هنا جاني أتم قام سأركو هنتي واتك سران فنجين فإداتك كان قبض جين فغضب عاره وتركه اسم ساسون ديسه واشتغل علمي شاغله على أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي سرت علمي شاغله حتى برع جتشو